ولا فارقة معايا الناس، من سالك من هجاص. الله عليك يا دي يا عماد، انا هروح اقدم في ذا فويس كيدز. ايه اللي عمل فيك كده يا اسطى؟ ايه ده؟ هو باين عليا؟ هو في حاجة باينة منك اصلا؟ مفيش حاجة، صباع رجلي بس خبط في الكنبة. صباع رجلك برضه؟ ده انت خابط في قطر اسمه المعلم عظمة. انت باصص للسما ليه يا صاحبي؟ انت قرفان مني ولا حاجة؟ لا مفيش، اصل وحشاني شويتين. هو انت احمر ولا ايه؟ ايه القرف ده؟ ليه يا دنيا تحط على الجرح كلونيا؟ جرح ايه وكلونية ايه؟ شخة الحمامة خير خير يعني هتتكسي. مستني ايه من شعب بيتفائل بشخة الحمام؟ ما تبصلي يا اسطى، انا زعلتك في حاجة؟ انا والله نفسي ابصلك بس البعيد ما عندوش نظر. يا عم بهزر معاه بس، تسلم ايدك يا معلم عظمة. انا والله ما رضيت اضربه عشان هو راجل كبير بس. هو احنا قاعدين في حمام للطيور ولا ايه؟ اتفائل بقى يا اسطى، خير خير هتتكسي. بس ده غراب يا اسطى. يا عم كلها شخة. اسمع وخلينا في المفيد. في شركة تقسيط اسمها ماليو، ايوه مالها؟ بتسلم عليه. هو هيبقى انت وابوك عليا؟ ارحموني انا ماشي بالعلاج. اعمل شيرس هتلاقيه. اعمل ايه؟ بحث ايه؟ مفيش انجليزي خالص. معلش اصل تعليم مجاني. الشركة دي هتخليك تشتري اي حاجة بالقسط ومن غير فوائد ومصاريف ادارية ومن غير مقدمة. والشركة هتستفاد منك ان شاء الله، بركتك هتحل عليهم لما يدوك فلوس. ده ليهم الشرف، انا ابن المعلم عظمة. انت عارف يا ابن المعلم، لو قسط عدى من غير ما تدفعه هيعملوا فيك ايه؟ هيعملوا ايه؟ هيركبوك الشلاحة ويحبسوك بس. بس كده سهل، انا هقدم باسم امي. يا واطي حد يعمل كده في امه؟ وهي دي ده بتخبي مني الاكل. انت عيلة كلكم مجانين في بعض. طب انت عايز تشتري ايه قسط؟ عايز اشتري عربية ابو حمار وهتاجر في البصل، الكيلو ب30 جنيه دلوقتي. حلوة الفكرة دي، وهتبقى حمادة بصلة. استزهق من قدراتي براحتك، بكرة تشوف انا هعمل ايه. انا نفسي بكرة يجي ده عشان اشوفك فين. بس حلوة فكرة التقسيط دي، انا هروح اقدم عليها انا كمان. حلو، ونشتغل في البصل مع بعض. لا انا طموحاتي اكبر من كده بكتير. هتشتغل في ايه؟ انا هتاجر في الكلاب. الكلاب؟ ايوه هعمل مزرعة كلاب. هي الكلاب بتتزرع؟ ايوه وبتطرح بسرعة كمان. خلاص انا هشتغل معاك في الكلاب. ماشي، انا هروح اشوف شركة التقسيط واكلمك تحضر الورق المطلوب. قشطة. لو سمحت كنت عايز افتح حساب تقسيط. تحت امرك يا فندم. الاول محتاج شوية داتا منك. ليه ما عندكوش واي فاي؟ الله يخرب بيتك يا عظم عادتني. الله على خفة دمك يا فندم، قصدي بيانات حضرتك. اتفضل. حضرتك شغال ايه؟ محاسب في شركة كبيرة اوي اوي. وبتقبض كام؟ 3499 جنيه. ودول الاساسي ولا البدلات؟ لا دول بدل مشحت. وشركة كبيرة؟ ده الاوفيس باي عندي بياخد 5000. يا نهار ازرق، بتاع الشاي بياخد اكتر من بتاع البكالوريوس. طب مش عايزين اوفيس مان؟ ده انا عليا رصة شيشة احسن من اجدع مهندس مدني. ممكن تسيب السي في في الزبالة ولما نحتاجك هنكلمك. تمام. طب لو عايز اشترك في نظام التقسيط ايه المطلوب؟ معاك عضوية في نادي؟ لا بس انا لسه مجدد اشتراك في صالة حديد ابو دراع. ابو دراع ايه وبتاع ايه؟ انا بقولك عضوية نادي زي الاهلي او الزمالك. حد قالك ان عماد سويرس؟ طب عندك رخصة عربية باسمك؟ وهطلع رخصة ازاي وانا ما عنديش عربية؟ تمام يا فندم، للاسف حسابك اترفض. ليه؟ عشان انت كحيان وعدمان ومش لاقي تاكل. والله في دي عندك حق. طب والحل؟ تجيب لي مغفل، قصدي ضامن او اتنين يكونوا موظفين، يمضوا وتاخد اللي انت عايزه. وكل ما احب اشتري حاجة اعلى ازود مغفل؟ ما بنقولش كده يا فندم، اتفقنا ان اسمه ضامن. معلش عندي دي. طب لو عايز عربية ملاكي بكم مغفل؟ قصدي بكم ضامن؟ حوالي 5 6 كده. حلو قوي، اروح انا احضرهم واجيلك، اوعى تمشي. تمام يا فندم. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة لو على اليوتيوب وفعل زر الجرس ومتابع لو على الفيسبوك، واستنى الحلقة الجديدة من يوميات عماد وحمادة. وما تنساش اللايك والشير، ده بيساعدنا ان احنا نوصل لعدد اكبر. وحابب اشكر الناس الجميلة اللي بتكتب التعليقات الجميلة دي.